الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الجماهير والكورة. طبعا قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا لازم كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. عندنا النهارده هنخش على طول وهنبدأ اخبارنا الرياضية. حقيقة انتقال الثلاثي فيوتشر الى نادي بيراميدز. طبعا كلنا عارفين اللي كان فيه صراع كبير جدا بين النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان عايز يضم 2 لعيبه من نادي فيوتشر، وهم عمرو مرعي ومحمد رضا بوبو. طبعا احنا كلنا عارفين ان محمد رضا بوبو كان ماضي للنادي الاهلي من السنه اللي فاتت، بس نادي فيوتشر قال لك احنا هنشارك في الكونفدراليه، فبالتالي مش هنقدر ان احنا نبيع محمد رضا بوبو او محمود مرعي للنادي الاهلي. طبعا جه السنه دي طبعا الاهلي بيتفاوض على اللعيب. طبعا نادي فيوتشر غالى جدا في طلباته على محمد رضا بوبو، طلب ان محمد رضا بوبو لوحده ينقل من مبلغ من 60 مليون، من 60 ل 80 مليون جنيه. طبعا الاهلي بعد عن الصفقه خالص وريح دماغه وقطع العلاقات مع فيوتشر. فطبعا الثلاثي في صفقه، يعني في صفقه ضخمه جدا، هتبقى من اقوى الصفقات لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز عامل صفقات قويه جدا السنه دي. طبعا انتقل محمد رضا بوبو وانتقل محمود مرعي ومهند لاشين. الثلاثي فيوتشر ينتقل الى نادي بيراميدز رسميا، والسعر الرسمي للصفقه هو 120 مليون جنيه. نيجي لتاني موضوع معانا النهارده، موعد وفتح وغلق القيد. ان شاء الله باذن الله كلنا عارفين ان القيد فتح يوم 28/7، اللي انت عايز اي لعيب تأيده عشان يلعب معاك في الدوري المصري وفي البطولات المختلفه. القيد فتح يوم 28/7، وميعاد غلق القيد هيكون يوم 15 سبتمبر. يوم 15/9 ان شاء الله باذن الله هيكون ميعاد غلق القيد للدوري المصري وصفقات الانديه كلها. معانا النهارده باذن الله تالت موضوع، هو موضوع سر ابتعاد اشرف بن شرقي عن الانتقال لنادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين ان اشرف بن شرقي لعيب حر وفسخ التعاقد معاه مع نادي الجزيره الاماراتي. طب ايه قصه الاشرف بن شرقي كان راح الاهلي او كان راح الزمالك؟ اول حاجه اشرف بن شرقي كان عارض نفسه على النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي كان موقف الصفقه عشان خاطر التعاقد مع رضا سليم. طبعا النادي الاهلي قال لك رضا سليم لعيب صغير وهو اللي ليه الاولويه اللي احنا نتعاقد معاه. لو اتعاقدنا مع رضا سليم خلاص مفيش مشكله، كده احنا مش هنقدر نبتعد مش هنقدر نجيب اشرف بن شرقي خلاص، لان احنا جبنا رضا سليم. وطبعا اللعيب هو اللي كان عارض نفسه عن النادي الاهلي يا جماعه، يعني اشرف بن شرقي هو اللي كان عارض نفسه على النادي الاهلي. طب كده الاهلي جاب رضا سليم وخلاص، صفقه بن شرقي بعدت عن النادي الاهلي. طبعا اللعيب يعني عشان خاطر اللي هو يعتبر تاني اكبر، يعني النادي الشعبي اللي هو لعب فيه وشهره نادي الزمالك، فاللعيب كان قريب جدا من نادي الزمالك وكان هيمضي وكان هياخد. طبعا اشرف بن شرقي بياخد 2.5 مليون دولار في السنه، طبعا كان هيتنازل اللي هو ياخد 1.8 مليون دولار او 1.5 مليون ويروح نادي الزمالك. بعد طبعا ما سمع تسريبات ميدو مع وكيل رضا سليم اما كان بيتكلم معاه بيقول له احنا عايزين نظبط ونروح ونتكلم مع رضا سليم عشان ينتقل لنادي الزمالك. وطبعا كلنا عارفين اللي ميدو قال ساعتها في التسريب الصوتي ده، اللي انا عندي اشرف بن شرقي، عندي اشرف بن شرقي طبعا لعيب كويس وكل حاجه، بس انا عندي افضل لي رضا سليم احسن من اشرف بن شرقي. فطبعا اشرف بن شرقي سمع الكلام ده واستاء جدا من ميدو من نادي الزمالك، اللي هو طلع قال تصريح زي كده. وطبعا اللعيب بعد خالص عن صفقة الزمالك.